ليه احنا كشباب بنبقى قريبين لاصحابنا اكتر من بابا وماما؟ يعني بمعنى إن أنت يعني بتبقى حابب إن أنت تخرج معاهم، والّا بمعنى إن أنت حابب إن أنت تسمع كلامهم أكتر؟ حابب اسمع كلامهم واتكلم معاهم اكتر من بابا وماما. جميل. بُص، في فرق كبير ما بين بابا وماما في البيت وما بين أصحابي. عشان كده إحنا كشباب، أو يعني الشباب عامةً، بيحب يقرّب من أصحابه، أو بيقرّب بطبيعته من أصحابه أكتر من بابا وماما. ليه؟ لإن بابا وماما دايمًا هيقول لك الصح إيه، يعني هيقول لك الصح. فأنت خلاص هيترجم في دماغك بعد أول أو تاني أو تالت أو عاشر موقف مع بابا أو ماما، إن أنت عارف إن أنت لمّا هتروح له هو هيقول لك إيه، هيقول لك الصح. لكن أصحابي هيقولوا إيه، هيقول لك اللي أنت عايزه، أو اللي أنت حابب تسمعه، أو هيقول لك يالّا نجرّب، يالّا نعمل اللي أنت عايزه، فُكّك، نعمل، مش فارق، ما يهمكش. فأنت عقلك هيحب يسمع الكلام ده، فطبيعي هتميل أكتر لأصحابك، لإن هو مدّيك الحرية الكاملة إن أنت تعمل أي حاجة حتى لو كانت غلط، فهيسيبك تعملها عادي، وهيحب إن هو يجرّبها معاك. فأنت هتميل للجانب ده، لكن مش هتميل للجانب اللي هو هيقول لك الصح، رغم إن أنت تبقى عارف إن بابا أو ماما هو اللي بيقوله ده الصح. فعشان كده إحنا بنميل أكتر لأصحابنا. النصيحة اللي أدّيها لبابا أو ماما إن إحنا نوسّع دايرة الحوار شوية، إن ما يبقاش كل الكلام دَيّة في إن اعمل الصح. إحنا ما بقيناش نحب نسمع كلمة اعمل الصح، إحنا عايزين يبقى في حوار، وعايزك تسمع رأيي أنا كشاب، وتاخد وتدّي معايا في الكلام، ولو حتى رأيي غلط بس يقبل إن أنا أجرّبه، ما نجرّبه. هيحصل إيه لمّا أجرّبه؟ لو ينفع يتجرّب، ما نجرّبه سوا نشوفه، يعني ما يمكن يطلع صح، ما يمكن يطلع أنا رأيي كشاب أصح من رأيك أنت كبابا أو كماما. فدي نصيحة لكل أب أو أم بيتعاملوا مع أولادهم في سن المراهقة، من أول سن سَتّة ابتدائي، ده يعتبر سن مراهقة، لغاية لمّا يكبر ويتجوّز، كل ده يعتبر سن مراهقة. ادّي له مساحة للكلام، وندّي له مساحة إن هو يقول رأيه، ويحاول ينفّذه لو رأيه ينفع يتنفّذ. نجرّب مع بعض، حتى لو أنت عارف إن هو لمّا هيجرّب هيبقى في عواقب، خلّينا نتحمّلها مع بعض في نطاق اللي هو المسموح، مش الحاجة الغلط طبعًا اللي هي هتضر.